السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني وبتوحشوني ودايما دايما وحشني. حابه اقول لكم النهارده عندي روتيني ايه. قمت الصبح وضبت البيت وعملت اللي ورايا، وهنزل اجيب عبد الله من الدرس، وهخش المطبخ اعمل لكم اكله حلوه كده من اللي بتحبوها. يلا بينا، يلا بينا حبايبي. احنا جينا دلوقتي اهو، انا وعبد الله. هو غير وانا لسه، انا بقى داخله اغير وهاخدكم اخش بينا على المطبخ. يلا بينا. يلا بينا. ها 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 ها. هنقطف وهنخرط وهنعمل تقلية وكل ده مع بعضينا. يلا بينا، يلا يلا يا ست ملوخية، يلا بينا. بصوا بقى حبايبي، لما بنيجي نقطف الملوخية بناخد كده العرق من اوله عشان تعمل عرق. ده مصطلح في اكل الملوخية طبعا، المصريين عارفينه. اللي هي لما تيجي تعمل ودن القطة تبقى عاملة خط كده نازل، ده اسمه العرق. بفعل ايه؟ ان انا بسيب الحتة دي، الحتة البيضة دي بسيبها اهي تتقطف مع الملوخية. طبعا الكلام ده اللي داخلين مطبخ جديد او ست البيت اللي ما عندهاش فكرة. انه انا عرفت الموضوع ده برضو قريب، يعني مش من زمان، مش من وانا صغيرة. اما كبرت واتجوزت بعديها بمدة، يعني كنتش اعرف، يعني ما كنتش بهتم يتقطع زي ما تتقطع معايا. دلوقتي باخد بالي، اما اجي اقطعها كده اجيبه من اوله، وهتشوفوها هتطلع برق ازاي. تمام. هقطفها واغسلها واجيبها اوريها لكم. يلا حبايبي، هنا هنغسل الملوخيه مع بعضينا. طبعا بتتغسل كويس عشان فيها كان فيها طين ياما، مش عارفه ليه يعني. نجيب دي كده ونحط دي هنا ونصفي كده فيها عشان ايه الطين ينزل في الميه دي. كده هتلاقي العصب كلها هنا في الميه دي عشان ده اول دور في الغسيل. الدنيا عندنا بتشتي دلوقتي. عندكوا ايه؟ فجأة كده يعني التاج نزلت الدرس، لا يا همها ما ترجع. بصوا بقى المية هنا كلها رواسب ازاي اهي، نفضيها كده نشطفها عشان اصفي فيها المصفى دي. هسيبكم بقى اغسلها كذا غسله وانا اعرف شويه خل وبعدين ارجع لكم بقى يا حبايبي. خلاص اهي غسلت واتنشفت، نخرط بقى. تمام. انا على فكره عملتها قبل كده في الكبه ما عجبتنيش، واعرف اللي اخد على المخرطه ما تعجبوش الكبه. يلا هخرطها واوريها لكم في الاخر. حبايبي بقى انا خرطت دلوقتي الملوخيه تمام، وحطيت اللحمه على النار تستوي، وهعمل الرز. يعني اللحمه والرز بيبقوا على النار مع بعض على بال ما اخلص الملوخيه عشان يبقى كله خلاص مع بعض. انتوا عارفين ايه، انا بحب اعمل كذا حاجه مع بعضها. يلا بينا. هنا بقى اهي اللحمه على النار قربت تستوي، فانا هنقلها ادخلها جوه تمام، واحط مكانها الرز. اللحمه طبعا حطيت الميه الاول تغلي، رحت منزله اللحمه، ورق لورا، فلفل اسمر، حبهان مستكه، وطبعا قرفه وجنزبيل. انتوا اللي متابعني عارف البهارات بتاعتي اللي بحطها في الاكل ما بغيرهاش. ملح لا، عشان اللحمه تستوي. هنا بقى هعمل الرز.
حته سمنه تسيح. دي كنت شاريها معاكم. هسيح السمنه وانزل الرز وارجع لكم تاني عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم. هنا بقى السمنه ساحت وقلبت فيها كده الرز لحد ما ايه اخد درجه الحراره، سخن يعني، بسخنه اسمه ايه، بحوره على النار. انزل عليه بقى بالميه المغليه. طبعا 3 كوبايات رز بحط لهم 3.5 ميه، او كوبايه الرز بحط لهم 2.5 كوبايات ميه. في ناس بتقيس بالمعلقه، انا بعمل بحب اعاير، انا شويه نمكيه، كل حاجه احبها بالظبط، مش احط حاجه بالويم كده. احط لهم معلقه ونص ملح، قلبي قلبي قلبي. طبعا الرز ما بيتقلبش هنا عشان ما يعجنش، بس نقلب الملح تمام ونغطيه يتشرب ونوطي عليه، ونرجع بقى نكمل الشوربه بتاعتنا عشان نعمل الملوخيه. هنا بقى طلعت اللحمه في حله اصغر عشان اخد الحله دي للملوخيه، اعمل فيها الملوخيه، واخلي بقى اللحمه مهلها برضو تكمل سوا. هنا سبتها حبه شوربه صغيرين، طلع شويه كمان، ولو احتاجت نبقى نحط لها تاني. اهم حاجه ورق اللورا ده تطلعيه وبعد كده ترميه يعني، عشان لو حد بلعه صعب. طبعا الرز اتشرب، انا نقلته على العين التانية. وهنا بقى هنزل الملوخيه دي الشوربه. معلش، الاول هحط الطماطم، انا بعملها بالطماطم، احس بتديها كده ايه مزازه وحلاوه كده. هي معلقه واحده يعني، شيم شويه صغننين كمان. بس سيبها تغلي غلوه. هنا بقى كده حبايبي اهي الشوربه غلت اسمها ايه، بالطماطم. احط لها حته تومه مدقوقه بالكزبره تاخد غلوه معاها. نغطي كده تمام، هي غلوه واحده مش اكتر. ونقوم نازلين بايه بقى، بالملوخيه. نحط بس الماء شويه وننزل هنا بالملوخيه، وقلبي قلبي قلبي. طبعا انا بقلب بدي عشان لما بقلب بالمعلقه بتكلكع. بحب البشاميل والملوخيه اقلبهم بدي، المعلقه بتسيبها مكلكعه، تيجي تقلبها لي كويس. المضرب مش قادره اقول، وريتكم انا المضرب بتاع كارفور ابو 65 جنيه، ما عادش شهرين واتكسر وباظ. نجيب الحاجه الرخيصه حلوه وبتقعد، ده ب25 جنيه وما اشتكاش اهو ما شاء الله يعني. ايه عملتوا لايكات ولا لا؟ لحد هنا ايه اخبار اللايك؟ نزلنا وطلعنا وجبت عبد الله من الدرس وايه، وبعمل لكم ملوخيه اهو ولحمه ورز. ايه تاني فاضل، اعمل ايه تاني؟ لايكات حبايبي. يا سلام لو تشيروا بقى تشيروا الفيديو، واشتراك في القناه، لو اول مره تشوفونا اشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه بعملها. طبعا القناه تحديات مش كتير يعني، اما العيال بيرضوا عليا وبيرضوا يعملوا تحديات.
الملوخيه هنا خلاص اهي فكت كلها. انا صراحه بصوا بقى العرق، بصوا العرق اللي بكلمكم عليه اهو، بصوا ما شاء الله تقيله ازاي وعامله عرق ازاي. بصوا سيبها بس ايه زي ما بيقولوا الملوخيه تستوي قلبه واحده، مش غلوه، قلبه بس. خلاص كده هنقلي بقى التوم والكزبره ونحطه عليها. هنا بقى جبت المقلايه حطيت فيها حته سمنه، طبعا سمنه فلاحي وريحتها طالعه فظيعه، هنزل عليها بالثوم والكزبره المدقوقين. يا عيني يا عيني يا ليلي على الريحه، هي دي تحسسك ان انت عملتي ملوخيه. الريحه دي الله الله الله، روائح المطبخ المصري دي، اساسيات المطبخ المصري هي الملوخيه والمحشي. طبعا انا استغربت لقيت حبايبي في الجزائر والمغرب معرفوش القلقاس، بيسالوا ايه القلقاس ده، اول مره يشوفوه. قلت لهم ده نبات الزرع عندنا وبيتعمل شبيه الملوخيه كده. هنا كده اهي خلاص التومه احمرت معايا، طبعا مش بغمقها عشان متتحرقش. نجيب بقى ايه يا طشاتك يا طشاتك يا حنان، يا ملوخيتك يا حنان. بس كده شويه بقى هنغرف الاكل مع بعضينا ونروح. ادي الملوخيه اهي، التقليه على الوش اهي عايمه، وبيقولوا ما تغطاش عشان ما تسقطش فيها، مش بغطيها تسقطش يعني ما تعملش عرق. بصوا المنظر، بصوا العرق بتاعها، بصوا الخيط. اتفضلوا معانا حبايبي، هغرف الاكل واوراكم. حبايب قلبي احب اقول لكم الملوخيه اهي بتكاتي وحركاتي، اتفرجوا على العرق اهو، بصوا المنظر، شايفين الجمال، روعه. طبعا ريتاش كل مره اللي بنجرب فيها عايزه تدوق وتقول لكم يلا يا ريتاش. عايزين نعرف رايك يا جوجو، انتي ما حطيتيش ملوخيه على الرز فيه؟ اه هتحط لكم بقى الملوخيه على الرز ده اهي. قولي لي ايه رايك. حلوه يلا قولي لهم بقى ايه. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنت. هي عايزه تاكل دلوقتي فمش فاضيه لكم عشان تتكلم معاكم، صح يا جوجو؟ ماشي مع السلامه حبايبي، مع السلامه، باي باي. حبايب قلبي نورتوني في مطبخي المتواضع ده. طبعا لايكاتكم وتعليقاتكم جميله بتفرحني والله. الف شكر ليكم والف شكر لمتابعتكم ليا حبايب قلبي، ومتنسوش اللايكات، ها متنسوش اللايكات.
تمام. والى اخر او فلوج او على حسب بقى ايه ما هنصور مع بعضينا. باي باي.